الموريتانيين وضيقتهم على المنتخب الموريتاني. ايام كان خالق ماتش بين السنغال وموريتانيا، ياسر من الناس تفاعلوا على ماتش وكانه اذا نقلبوا فيه لا ينطلعوا الكاس العالم. والله نطلعوا الكاس افريقيا والله على الاقل لا تعطانا 200 وقيه. وفوق ذا كامل حانا ونعاد ماتش كونتر السنغال يفاشخ انجلترا تروا، وعادوا يعطوا جوائز على موريتانيا ان تغلب السنغال، لا يعطوا شيء من الجوائز الماليه. موريتانيا من الساعه اللي خلقت وهي ما عندها ما هو لقبين، لقبها الاول اللي انقلبت الجزائر، واللقب الثاني طلوعها لدور ال 16 في كاس افريقيا النسخه اللي فاتت. المنتخب الموريتاني بلا طموح. تخيل معايا المنتخب كامل قابضين لاعب محلي واحد والله اثنين، وملاعبينهم مع تشكيله فيها شي من جوالات زارقتهم السنغال ومالي، وشي من الفرنسيين قطيك ساعه خاضوا على موريتانيا وشربوا شي من اللبن اللي بقار في النعمه، يقبضوهم ويجنسوهم ويلعبوهم. يا اخوان دوله ما يلعبوا لها اولاد بلدها، واللي يلعبوا من اجل الشعار لا تطمع سبه واحده. تخيل معايا مده تلعب لدولتها النشيد جنقده كلهم تيخرص الاخر، نشيد كامل مو فاهمين منه ما ثغر السلام شاكينها السلام عليكم بالعربيه. واللي يطعن فوق ذا كامل ان خالقين شي من الموريتانيين الطرطق وشور كان لا تخرصوا ماتش طامعين لاننا فشخوا السنغال نقرت عليها، نحن ما فشخناها نقرت عليها. وذا كامل كانوا قاعدين يوفروا ويخرصوا ماتش في الدار وبكل بساطه عن طريق خالد ستور، واللي قديش شحن لهم التطبيقات اللي خلصوا فيهم ماتشات والتطبيقات اللي يلعبوا بيهم، واي تطبيق في الحياه يشحن ورقم راعي اللي يبقى رقاج ما قاس. ولا تنسوا تصلوا على النبي ونشوفكم في المقاطع القادمه. السلام.